بقى يشد النبي ويكلمه بالطريقه دي وعاوزه يبتسم ازاي؟ تعالى وانا اقول لك، وكله لاجل النبي. اعرابي، وده يعني بدوي بيسكن الصحراء، ودول غالبا بتبقى اطباعهم خشنه حبتين. المهم الراجل مشي ورا الرسول، واول لما لحقه راح شده بقوه. بيحكي انس بن مالك ان الرسول وقتها كان لابس هدوم تقيله شويه، ولما شدوا منها الاعرابي علمت في رقبه سيدنا. ياه، ايه اللي عمله الراجل ده بكلمه؟ لا مش بكلمه، باشاره بس من الرسول، بدل 1000 يأدبوا الراجل الجلنفي ده. وقتها الرسول لف وبص له، فالراجل راح قال له اديني من فلوس ربنا اللي معاك، انت لا تديني من فلوسك ولا فلوس ابوك. جلنف يعني. وقبل ما نكمل خليني اقول لك يعني ايه جلنف. الجلنف هو الاكل الناشف، واحنا في مصر بنستخدمه كوصف للشخص قليل الذوق. المهم سيدنا النبي راح باصص له وضحك وامر ليه بالعطاء، ادوا له الفلوس اللي هو عاوزها، يعني عفى عنه وقابل السيئه بالحسنه وكمان احسن اليه. كان ممكن يضربه ولا حتى يديله كلمتين، ولكنه ابتسم. الابتسامه قوه، واحيانا كتير بتبقى دليل على الرحمه. النبي تبسم، او النبي تبسم لاجل النبي تبسم.